السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من برنامجكم عدي وشوط مع حاتم. النهاردة الحلقة دسمة جدا جدا جدا، فتابعونا لغاية اخر الفيديو. والنهاردة هنتكلم عن الصفقات اللي ابرمتها الأندية في الدوري الممتاز كلها اللي خلصت، وفي نفس الوقت هنتكلم برضو على المناوشات اللي بتحصل واللعيبة يعني اللي الأندية بتجس نبضها. وفي نفس الوقت هنكلمكم عن قضية عبد المنعم كهربا واللي وصلت لإيه، وفي الآخر خالص هنتكلم على الأحداث واللي بيحصل في نادي الإسماعيلي. تعالوا كده سريعا، انا معاكم كالعاده محمد حاتم في برنامجكم عدي وشوط مع حاتم. يا ريت قبل ما تتابع الفيديو خش على اليوتيوب، دوس سبسكرايب وفعل الجرس، هيجيلك كل جديد على قناه عدي وشوط. وبرضه تابعنا على صفحه عدي وشوط على الفيس بوك، هتلاقي كل الاحداث وكل ما هو جديد على الساحه الرياضيه. تعالوا سريعا كده عشان عندنا النهارده الحلقه دسمه. هنخش على النادي الاهلي. النادي الاهلي يعتبر هو الصفقات الظاهره في الموسم ده، والنادي الاهلي ابرم 3 صفقات رسميا لغايه دلوقتي، وفي طريقه ان هو يخلص مع مهاجم افريقي. ويعني هم مكتمين في 2، والاثنين النادي الاهلي بيفاضل ما بينهم عشان ما يقعش في نفس الترب اللي وقع فيه ساعة يعقوب. تعالوا نقول لكم النادي الاهلي اتعاقد مع مين. اتعاقد مع اللاعب التونسي محمد الضوي اللي هو الشهير بكريستو. الولد عنده 19 سنة، جاي من النجم الساحلي. الولد بيلعب مهاجم وفي نفس الوقت بنلعب جناح يمين او جناح شمال. وعلى فكره انا يعني شفنا فيديوهات للولد كويس جدا جدا جدا، مستقبل لقدام. تعالوا نقول لكم تاني صفقه. طبعا كلنا عارفين خالد عبد الفتاح، باك يمين سموحه. الراجل عنده 23 سنه. النادي الاهلي تعاقد معاه 6 شهور لغايه اخر السيزون. بس نقول لكم ان الضوي تعاقد لمده 4 سنين ونص. خالد عبد الفتاح يعني تعاقدوا لغايه اخر السيزون 6 شهور، والنادي الاهلي قابل للشراء لو الراجل اثبت نفسه. طب النادي الاهلي راح جاب خالد عبد الفتاح لان حصل له اصابتين في الباك اليمين، ويعني الاثنين اللي كانوا واقفين على رجلهم اذا كان كريم فؤاد او اكرم توفيق، والاثنين رباط صليبي. يعني الناس برضو قدامها فتره عقبال ما ترجع، فلازم حد يشيل مع محمد هاني، فراحوا تعاقدوا مع خالد عبد الفتاح. تعالوا نقول لكم ثالث صفقه مروان عطيه برضو عنده 24 سنه، جاي من الاتحاد السكندري. الراجل بيلعب في خط الوسط. لو تفتكروا مروان عطيه ده الزمالك كان بيتكلم عليه السنه اللي فاتت، ولكن نادي الاتحاد كان متمسك بيه. طيب تعالوا نقول لكم حاجه تانية. النادي الاهلي قرر ان هو يجدد لمحمد مجدي قفشه ورامي ربيعه وحسين الشحات. لجنه الكوره اللي موجوده في النادي الاهلي قررت تجدد للثلاثي ده فيما يخص النادي الاهلي في الصفقات الجديده والتجديد. تعالوا بقى نخش على موضوع محمود عبد المنعم كهربا والجواب اللي جه من الفيفا. والجواب جه كده لاتحاد الكوره، قال لهم احنا عامه ردينا عليكم وهو نفس الرد. تعالوا نقول لكم حاجه تانية. يعني عرفنا كده من داخل اتحاد الكوره ان يعني ايهاب الكومي قال ان هو او قال شفاهة طبعا مش كتابة، يعني ان كهربا ليه الاحقيه ان هو يلعب. يلعب في مباريات النادي الاهلي. طيب وقال برضو ان كهربا ليه احقيه ان هو يلعب لحين البت في الموقف بتاعه في الفيفا. يعني الفيفا تبعت ان هو لا اوقفوه تاني هيوقفوه، بس ده مش هيحصل غير لما نادي الزمالك يبعت خطاب برضو تاني للفيفا ان هو ما استلمش الفلوس بتاعته يوقفوا عبد المنعم كهربا. فكده كهربا هيلعب يعني لغايه لما يجي جواب جديد من الفيفا ان هم يوقفوه. على فكره هو موجود على السيستم اللي ان الراجل مش موقوف، ان الراجل خلاص الايقاف بتاعه اتشال. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي.
تعالوا بقى نخش على نادي تاني، نادي الاتحاد السكندري والشد والجذب اللي كان موجود في نادي الاتحاد السكندري بخصوص مروان عطية والصفقة هيبقى قصادها ايه. مروان عطية راح النادي الاهلي وراح نادي الاتحاد السكندري، 2 لعيبة مهمين جدا، منهم واحد كان بيلعب في الاتحاد السكندري وتألق، عشان كده رجع النادي الاهلي مرة تانية، وهو مين؟ وعمار حمدي ومحمد محمود. عمار حمدي الراجل اتصاب برضه برباط صليبي ورجع النادي الاهلي عايز يوقفه على رجله. محمد محمود اللعيب اللي مش محظوظ خالص، فمحمد محمود يعني كان في كذا فرقه عايزه تفوز بخدماته، فالراجل او نادر شوقي والراجل قعدوا فضلوا نادي الاتحاد هيبقى عنده فرصه ان هو يلعب ويقف على رجله مره ثانيه. ولو تألق عمار حمدي او محمد محمود، طبعا هو راحوا اعاره 1.5 سنة على فكره مش 6 شهور، لو تألقوا في 6 شهور ينفع النادي الاهلي يرجعهم تاني، بس يبدلهم بلاعبين 2 كمان يروحوا نادي الاتحاد. طب لو ما تألقوش هيكملوا 1.5 سنة، ودول الصفقتين اللي ابرمهم او خلصهم نادي الاتحاد زي ما بنقول كده راس في راس. طبعا مع النادي الاهلي دفع فلوس. ده فيما يخص سيدي البلد. تعالوا سريعا نروح لنادي تاني. المره دي هنروح لنادي اسوان. اسوان زهرة الجنوب، اسوان واللي بيحصل في اسوان. تعالوا نقول لكم كده اخبار سريعه من اسوان. يعني بصراحه اسوان مع وجود الكابتن ايمن الرمادي بيقدم مباريات رائعه جدا. طبعا مباريات الزمالك وبعديها توالت الانتصارات. اسوان بقى في خلينا نقول ترتيب الجدول ترتيب هايل، ترتيب كويس جدا لنادي اسوان. فتعالوا نقول لكم كده اخبار سريعه. نادي اسوان صادفوا سوء حظ، او بمعنى اصح عبد العزيز موسى صادفوا سوء حظ. الراجل جاله وتر اكيليس، لو تفتكروا وتر اكيليس ده اللي جه لجilberto ايام ما كان بيلعب في النادي الاهلي، فالراجل السيزون بالنسبه له خلص كده في نادي اسوان. طيب تعالوا نقول لكم ان النيه جوه نادي اسوان بتتجه ان هم يفسخوا العقد بالتراضي مع احمد حمودي. احمد حمودي لاعب النادي الاهلي، لاعب نادي الزمالك، لاعب النادي المصري. احمد حمودي غاب خالص عن لقاءات نادي اسوان، فالنيه ان احنا مش مستفيدين بيه، وفي نفس الوقت احنا عايزين نرشد برضه استهلاك، لان نادي اسوان يا جماعه ما فيهوش موارد، فالنيه ان هم يفسخوا العقد بالتراضي. ماشي. تعالوا نقول لكم كده نادي اسوان جاب 2 لعيبه، واحد من الاتحاد السكندري اسمه بلال، تمام، لعيب خط وسط، بلال السيد لعيب خط نص ولمده 6 شهور. وجاب لعيب تاني من فاركو اسمه علاء سلامه برضه لمده 6 شهور وبيلعب في خط النص. ده بالنسبه لزهرة الجنوب والصعيد اخباره هنا بتخلص. تعالوا نروح لنادي تاني، ما تروحوش في اي حته. هنروح لنادي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش ابرم صفقتين، والصفقتين كانوا من النادي المصري. فريد شوقي ساب النادي المصري والراجل راح اعاره لنادي طلائع الجيش. لعيب مهم جدا على فكره يا جماعه، لعيب خط وسط تقيل قوي قوي قوي. فريد شوقي اعتقد ان هو يعني هيعمل حاله هيأثر مع فريق طلائع الجيش، وده راح لمده 6 شهور. كلنا فاكرين حارس المرمى احمد مسعود اللي كان متألق واتصاب في ايديه، نتيجه مش في الكوره، نتيجه حادثه، والراجل رجع والكلام ده كله، ولكن شكله ما لقاش مكان في النادي المصري، والراجل عايز يلعب لان اللعيب يعني في الملاعب عمره قصير، فالراجل مشي وراح انتقال حر لنادي طلائع الجيش. ودي الصفقات اللي ابرمها نادي طلائع الجيش. ما تروحوش بعيد، لسه عندنا تاني من أندية الدوري المصري. تعالوا بقى نروح تعالوا نروح للبنكنوت، تعالوا نروح لماكينات ATM، تعالوا نروح لنادي البنك الأهلي. نادي البنك الأهلي اقترب ان هو يضم مدافع طلائع الجيش احمد ايمن منصور. ايه احمد ايمن منصور؟ الراجل راح طلائع الجيش والبنك الاهلي يعني بيجس نبضه، او معنى صح هو عاوزه من
نادي طلائع الجيش. احمد ايمن منصور على فكره يا جماعه كان بيلعب في بيراميدز قبل طلائع الجيش وكان رايح نادي الزمالك، ولكن قالوا له لا تعالى عايزينك في طلائع الجيش، والراجل اتجهت نيته ليه او راح ليه طلائع الجيش. دلوقتي احتمال كبير بنسبه كبيره جدا، وده بننفرد بيه في عدي وشوط، ان احمد ايمن منصور ممكن تلاقيه في نادي البنك الاهلي. طب خد المفاجاه الثانيه اللي بينفرد بيها عدي وشوط وبرنامج الكوره مع حاتم، خلينا نقول ايمن اشرف. نادي البنك الاهلي جس نبض كده النادي الاهلي عشان عايز ياخد ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي وباك شمال النادي الاهلي. هل النادي الاهلي هيوافق على ان ايمن اشرف يروح البنك الاهلي حتى لو على سبيل الاعاره؟ هل كولر، لان دلوقتي النادي الاهلي بيسيب كل حاجه لمستر كولر عشان الراجل يختار كل حاجه بنفسه واللي هو مقتنع بيه، عشان لما يجوا يحاسبوه يعرفوا يحاسبوه. وده اللي هنشوفه الايام الجايه. هل ايمن اشرف هيروح البنك الاهلي ولا هيفضل زي ما هو في النادي الاهلي؟ تعالوا بقى بسرعة بعد ما خلصنا البنك الأهلي وقلنا لكم ما تروحوش بعيد، تعالوا نروح لسموحة وزياد طارق لاعب النادي الأهلي الناشئ وحسام حسن. حسام حسن وزياد طارق. حسام حسن راح إعارة 6 شهور لنادي سموحة، ناديه السابق اللي كان بيلعب فيه، وبعد كده راح النادي الاهلي. سموحه طلبه لمده 6 شهور لغايه اخر الموسم. وبصراحه شديده يا جماعه، يعني انا شايف ان حسام حسن ما خدش حقه في النادي الاهلي، ما خدش فرصته في النادي الاهلي. طيب زياد طارق رايح هناك برضو 1.5 سنة بالنسبه لسموحه، وفي نفس الوقت لو النادي الاهلي عايزه بعد 6 شهور يرجعه. ده بالنسبه للصفقات وبالنسبه نادي سموحة واللي عملوا نادي طبعا سموحة. وخلي بالنا برضو ان ده دخل في صفقة يعني اللي احنا قلناها في الاول، خالد عبد الفتاح، لان خالد عبد الفتاح جاي من سموحة. يعني فالاندية طبعا فيد واستفيد. ازاي؟ انا هديك اللاعب وانت تديني لاعب وهاخد عليه طبعا فلوس، وفي نفس الوقت هنا بيلعب وهنا بيلعب، وفي نفس الوقت الانديه الاثنين بيستفيدوا، والافاده الاكبر للاعب، لان اللاعب لما هيروح مثلا زياد طارق يقعد على الدكه غير ما زياد طارق يلعب، حسام حسن بدل ما يقعد على الدكه لا يلعب ويبقى مؤثر. تمام؟ طيب ده بالنسبه لنادي سموحه. طيب نسيب نادي سموحه ونروح لنادي تاني، ما تروحوش بعيد، استنونا. هنروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك يوسف أوباما خلاص الراجل ربط الأحزمة وسافر على السعودية إلى الحزم السعودي. حزم السعودي خلص مع يوسف أوباما، وبصراحة موهبة مدفونة. يعني خلينا نقول ان فيريرا مش مقتنع بيه، الراجل على طول يا اما دكة البدلاء يا اما خارج القايمة خالص. الراجل ملوش دور، هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، ولكن انا شايف ان هو ملوش دور خالص خالص خالص. اختفى، كان طالع بسرعه الصاروخ ولكن بعد ذلك اختفى يوسف اوباما. فالاحسن ليه ان هو يروح يلعب، ورايح برضه دوري قوي هو الدوري السعودي. تعالوا نقول لكم محمود شبانه اللي نادي الزمالك كان جايبه وبعد كده طلعوا اعاره، فقالوا له لا خلاص انت الماتش الجاي اخر ماتش ليك وتعالى لنا نادي الزمالك، لان احنا محتاجينك، خلاص اعارتك خلصت في نادي سموحه واحنا محتاجينك عشان ما فيش مدافعين كفايه. لان هم بصراحه استطلعوا راي محمود علاء قال لهم لا انا مبسوط في الاتحاد السكندري مش راجع، لان هم كانوا عايزين يقطعوا العلاقات مع الاتحاد السكندري عشان خاطر موضوع مروان عطيه. طيب هنقول لكم بقى خبر اخير من القلعه البيضاء، احد القلاع الكبيره في الكرة المصرية. كابتن نادي الزمالك حازم إمام. حازم إمام مش الكبير، حازم إمام الصغير، لأن طبعا حازم إمام الكبير القيمة والقامة الكبيرة، في نفس الوقت حازم إمام الصغير القيمة والقامة برضو. أحد كباتن نادي الزمالك أعلن اعتزال كرة القدم نهائيا. وفي نفس الوقت يعني نادي الزمالك برضو زي نادي الأهلي ما بينساش ولاده، ضموه على طول لقطاع الناشئين. بنتمنى له التوفيق في الخطوة الجاية. خلصت أخبارنا من القلعة البيضاء أو نادي الزمالك. يعني ما تروحوش بعيد، عندنا مشكلة كبيرة، وبصراحة أنا بتنهد عشان هي مشكلة كبيرة جدا 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 جدا.
هنتكلم عن نادي الاسماعيلي. بصراحه شديده يا جماعه اللي بيحصل جوه نادي الاسماعيلي حرام 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 حرام. احدى القلاع الكبيره في الكره المصريه، احدى القلاع اللي انت وانت بتتفرج على الكوره بتاعتها بتستمتع، السامبا البرازيليه بنكهه مصريه. مين ينسى يعني بركات لما كان بيلعب في الاسماعيلي؟ مين ينسى محمد محسن ابو جريشه؟ مين ينسى علي ابو جريشه الكبير؟ مين ينسى عماد النحاس، عطيه صابر؟ مين ينسى حسني عبد ربه؟ لو قعدنا محمد صبحي، لو قعدنا نتكلم من هنا لغايه سنين قدام، نادي الاسماعيلي يا جماعه كان بيطلع مواهب وكوادر كبيره جدا 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 في كل مركز، على الاقل اسلام الشاطر، سيد معوض. فانت بتتكلم حمزه الجمل، انت بتتكلم في ناس كتير جدا جدا جدا. اللي بيحصل فيه ده حرام. كل واحد جاي عايز مصلحه شخصيه وليس مصلحه نادي الاسماعيلي. المهندس يحيى الكومي مع احترامي ليه قام وقال لك انا هقدم استقالتي. جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه؟ مهندس يحيى الكومي جه قال لك اصل مفيش موارد ليه نادي الاسماعيلي. امال حضرتك جاي نادي الاسماعيلي ليه؟ يعني ايه ليه؟ انت جاي تصرف على نادي الاسماعيلي. هنضحك على بعض ولا هنتكلم بجد؟ انت جاي تصرف على نادي الاسماعيلي، رحت جبت صفقات كلها طلعت فاشله ومعظمهم مشي، واللي رفع قضيه وكسبها، ودلوقتي على نادي الاسماعيلي في قضيه لسه كسبها لعيب الارجنتيني وفي الفيفا، وعليكم مليون او 2 مليون ونص دولار او مليون ونص دولار. طب ليه الازمات بتلاحق الاسماعيلي من كل حته؟ ليه الازمات بتلاحق الاسماعيلي من كل حته؟ ميدو هتشتغل ازاي في الجو ده؟ يعني ايه رئيس نادي الاسماعيلي تمام عامل خيانه امانه لعبد الرحمن مجدي؟ يعني رئيس نادي الاسماعيلي بيخش التمرين يثني على اللعيبه واقف قصاد اللاعب في المحكمه. طب ازاي؟ مين يقول كده يا جماعه؟ مين يقول كده؟ اللعيبه هيلعب ازاي؟ اللعيبه ازاي هتلعب من غير ما تاخد مستحقاتها؟ انتوا عارفين ليه عمر الوحش كان عايز يمشي ومحمد الشامي عايز يمشي؟ مفيش استقرار في النادي يا جماعه. مفيش استقرار في النادي، واللي بيتحرق دمه مع احترامي للعيبه ومع احترامي للناس دي كلها جمهور اسماعيليه، الشارع الاسماعيلاوي، الجمهور المصري عامه. لان النادي الاسماعيلي ده قلعه كبيره جدا 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 بتطلع لعيبه، مفرغه لعيبه. خلينا نقول ان نادي الاسماعيلي مفرغه لعيبه. اللي بيحصل في نادي الاسماعيلي ده حرام حرام حرام. طبعا اتدخل السيد الوزير اشرف صبحي وقبل الاستقاله. طبعا هي المفروض الاستقاله تبقى من اول يوم يا باشمهندس يحيى الكومي. المفروض الاستقاله دي تبقى من بدري جدا جدا جدا. انت ما تزعلش مني، يعني انا اسف لو انت هتشوف الفيديو، اتمنى ان انت تشوفه طبعا، من فشل لفشل لفشل لفشل، من وقوع لوقوع لوقوع لوقوع. يعني نادي الاسماعيلي اخر نادي في الدوري، يعني عنده 7 نقط بس. ده الاسماعيلي، ده الاسماعيلي. ازاي؟ التاريخ الكبير ازاي؟ اول نادي في مصر وفي افريقيا يحصل على بطولة افريقيا، ازاي يبقى الاخير؟ ده فشل كبير جدا 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 يتحمله يحيى الكومي، يتحمله مجلسه، ولازم التحقيق معاهم. مش استقالة وخلاص على كده، لازم تحقيق معاهم. قصرتوا يبقى لازم تتجازى. لازم يا وزير الشباب والرياضة يبقى في قانون رياضة. لازم يبقى في قانون رياضة. عمالين نقول قانون رياضة قانون رياضة، لازم يبقى في قانون رياضة. وقانون الرياضة ده يسري على الكبير والصغير، يسري على الكبير والصغير، عشان اللي بيحصل في نادي الاسماعيلي ده حرام حرام حرام. طبعا معلش طولنا عليكم، حلقتنا النهارده كانت طويلة، بس يا رب تكون عجبتكم. استنونا في حلقات تانية من كل جمعة الساعة 5 العصر مع برنامجكم عدي وشوط مع حاتم. ويا ريت اللي ما دخلش يدوس سبسكرايب ويشترك في القناه، يخش يدوس سبسكرايب ويشترك في القناه. واللي ما دخلش واشترك على صفحه الفيسبوك يخش ويشترك على صفحه الفيسبوك، هيجيله كل جديد. ونقدر دلوقتي نقول لكم طاب مساءكم.